سلام خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير في صحه جيده. نتوما تشاهدوا في هذا الفيديو. كالعاده قبل ما نبداو ننتهي الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم كما تشوفوا بغيت نشارك معكم وصفه تاع البرجر بطريقه جديده يعني وجد مبسطه. كما تشوفوا هنا غادي نبداو بسم الله مع المقادير. عندي 2 كيسان تاع حليب دافي، مغرفه كبيره تاع سكر، مغرفه كبيره خميره الخبز، وربع كاس تاع زيت. كما شفتوا درت لكم مقادير يعني في المقدمه، وغادي تاني ان شاء الله نديرهم لكم في صندوق الوصف. قلت لكم 2 كيسان تاع حليب دافي، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، مغرفه كبيره سكر، ربع كاس تاع الزيت، وحبه بيض، ومغرفه صغيره تاع الملح. وبالنسبه يعني الاخوات اللي ما يعرفوش يعبروا بربع كاس تاع الزيت دير 4 مغارف كبار. قلت لكم مغرفه صغيره تاع الملح. نبدا نضيف الزيت في الفرينه عفوا تدريجيا. نخليها شويه تلاصق، يعني ما غاديش نيبس لاباط تاعي. كما تشوفوا خليتها شويه هنايا تلاصق. سيو يعني ما تنشفوهاش. وهنا كما تشوفوا غطيتها بالسيلوفان وغادي نخليها تطلع على خاطرها. وقت اللي نوجد لافاغ تاعي ونعاود نوليها. هنا قلت لكم بعد لي وجدت لافاغ تاعي وخليتها يعني طلعت على خاطرها. هنا كما تشوفوا يعني ديغازيتها، راني دايرتها هكا بودان برك باش نقطعها بول صغار باش تعاوني يعني نقطعها. وهنا كما تشوفوا نديرها كفته وشوي فرماج رابي. كما تنجموا ديروا كفته ديروها دي غوندير، ديروا فرماج فوندو ولا رابي. بالنسبه للحشو يبقى اختياري. كاينه تبغي دير الخضرات تقليها بالفرماج، كاينه اللي دير زدا تاع الدجاج، ولا قلت لكم كفته دي غوندير ودير ثاني فرماج فوندو. يعني الحشو يبقى اختياري. هنا نسي نقطعها بول صغار كما تشوفوا. كما تشوفوا لاباطا شويه تلاصق، ما تخافوش منها يعني عاونوا روحكم بالفرينه. وهنا ثاني كما تشوفوا نديرها نطاليها، نسي شويه نرققها، نديرها شويه رقيقه ما نخليها شويه غليظه. وندير لافاغ تاعي وندير الفرماج رابي. كما قلت لكم تنجموا ديروا فرماج فوندو ونلمدها. بالنسبه من طالوها قلت لكم ترقوها، يعني ما تخلوهاش غليظه برك من الطيب، ما تجيش معجنه من الداخل يعني تجي خاويه، تجي برك لافاغ في الوسط وتجي خاويه من الداخل، تجي بزاف شويه بهاد لاباط. برجر يعني بطريقه جديده وتاني مبسطه في نفس الوقت. كما شفتوا كملت كاع هذوك لي بول بهذيك الطريقه اللي وريتها لكم. ومن نبغي نطيبهم ندير صفار بيض، شويه تاع جنجلان، ونسي شويه نهودهم يعني ندرك عليهم، ما نخليهمش طالعين كما وريتهم لكم برك، يعني باش كي طيب وتطلع تجيني خاويه من الداخل، ما تجيش معجنه، تجي خفيفه بزاف كما تشوفوا. يعني برك المنظر تاعها راه شباب. كما قلت لكم درت صفار بيض ودرت شويه جنجلان. وكما تنجموا ديروا سانوج، ولا كاين اخت ما تبغيش دير الجنجلان تنجم دير سانوج، وكاين اللي تخليه كيما هاك. يجوا بزاف خفاف من الداخل يعني، واللاباط تاعهم تجي قطنيه. غادي نقسم لكم حبه نوريها لكم.
نتمنى ان شاء الله خواتي لا فيديو تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. نتمنى ان شاء الله تاني تكون خفيفه ظريفه عليكم. وما تنساوش دعموني خواتاتي باللايك والابوني. خليكم على الفيديو. سلام.